السلام عليكم، عاملين إيه يا شباب؟ يا رب دايما تبقوا بخير. كملوا كده مع بعض بإذن الله. بص يا ريس، نموذج 3 بيقول لك يعني هو النموذج ده كان بادئ بداية باردة، يعني هو كان عنده غلطة كده، بس الامتحان ده فيه كام غلطة غلسة. كام غلطة غلسة، يعني نتكلموا كده فيهم واحدة واحدة. هو بيقول لك عنصر انتقالي من السلسلة الأولى يعتبر كعنصر ضايع مغناطيسي. هو كعنصر ضايع مغناطيسي. فالفكرة إن العنصر اللي كانت السلسلة الانتقالية اللي كان ضايع مغناطيسي كان الزد ايه. هو مش انتقالي، فما ينفعش تقول عنصر انتقالي في السلسلة الأولى، فاهم؟ فيعتبر عنصر ضايع، فهمت؟ دي الفكرة اللي أنا كنت معترض عليها يعني. بس هو ممكن يقول عنصر مثلا في السلسلة الانتقالية الأولى، يبقى كده عموما عممنا بقى، وعنصر ضايع فكده زد ايه. فإن أحد مركبات هذا العنصر، فكمان ده عايز أحد المركبات. فأنا بص، أنا بقى قصدت أصلحها إزاي؟ عشان هو عايز المركبات مش العنصر ذات نفسه. أصل الخرسين هو اللي بيخش في الجلفنة، مش حاجة تانية. فأقول لك على حاجة أحسن بقى. هو نخليها عنصر انتقالي، بس عنده أيون ضايع للغازيسي، كده يبقى مظبوط قوي بقى. ليه بقى؟ لأن أحد مركبات هذا العنصر اللي أيونه اللي ضايع المغناطيسي يستخدم في ايه؟ طبعا للكشف عن الاورام الخبيثه كان الكوبالت، فالكلام مش تبعنا. وخلاص احنا قلنا من الزد ايه بتاع مستحضرات التجميل، ده كان التي اي او 2، والتيتانيوم كان رباعي. خلاص، والرباعي هيشيل اللي هو من الاس ومن الدي كل حاجه، فكده هيبقى الراجل ده ضايع. فهمت؟ هو فعلا يمشي. الكشف عن سكر الجلوكوز، لان تكاثرت الاقاويل في الموضوع. هو النحاس اصلا بره ولا ضايع؟ كنت فاكر انت الموضوع ده؟ انا كنت بقول لك انت بتعرف اصلا بره ولا ضايع من عدد الايضات المفرده، صح؟ فالايضات المفرده في النحاس في واحد مفرد في الاس، هو بره ضعيف يعني، فاهم؟ هو بره بس ضعيف. هو اكيد مش في نيته الشغله دي، لان كان مش هيقول صراحه كده ان هو ضايع. فخلينا متفقين ان هي مش ده، عشان هو ما كانش قايل عليه غير ان هو ضايع وهو ما كانش عايز يجرب. تمام، اول سؤال بارع لو بدايتها غلط. ماشي. السؤال اللي بعده، اي العلامات التاليه الاسهل في الحدوث؟ طبعا احنا متفقين وانا رايح للمستقر اكتر، او اسهل حاجه، صح كده؟ طيب فالراجل ده لما نيجي نتكلم اف اي سي ال 3 كان موجب 3 بقى موجب 2، وانا وانت حافظين ان الحديد سهل الاكسده صعب الاختزال، طبعا ثنائي ثلاثي، فمن ثلاثي لثنائي كانت صعبه جدا، فدي لا. الفانديوم هنا خماسي، واعلى حاله تاكسد الفانديوم كانت 5، اللي هي فقط كل الاس والدي، فالدي فارغ او نص ممتلئ او ممتلئ، ده اللي كان مستقر. طبعا ده كده مستقر قوي، فصعب ان انت اختزله. بالنسبه لهنا بص بقى، الام ام او 4 عليها اشاره سالبه، دي برمنجانات، برمنجانات بس. الام ان لما نحب نيجي نحسبها، الام ان بنقول زائد سالب 2، بحسب عدد براتسو ده 4، وكل ده بيساوي سالب 1. سالب 2 في 4 بسالب 8، تروح الناحيه الثانيه 8، 8 ناقص 1 بيساوي. طب انت اصلا سويتها بايه؟ سويتها بسالب 1، لان انا المفروض مش بساويها بالصفر عشان دي مجموعه، فاكر؟ ما بساويهاش بالصفر لما تبقى مركب بس. فالمنجنيز هنا موجب 7، ويا ريس لما يبقى موجب 7 برضه كده فقط كل الاس والدي، فكده الراجل ده مستقر جدا. فهي خلي بالك ماشي على مين؟ على اخر واحده، لان فعلا التيتانيوم كان موجب 2 وهنا بقى موجب 4، والموجب 4 ده اللي مستقر، لان انت رايح للمستقر. خلاص، فكده الراجل يتكلم على الدي. السؤال اللي بعده بيقول لك اي مال صحيح بالنسبه للعناصر السلسله الانتقاليه اللي قدامك دي. ماشي. هو اول مره اتكلم على كتله ذريه وبيتكلم على النيكل اعلى واحد. باشا، هو العناصر دي انا عارف ان كل ما العدد الذري بيزيد الكتله بتزيد، والنيكل كان فيه استثناء، بس كان النيكل استثناءه مع الكوبالت بس. فاهمني؟ مع الكوبالت بس. يعني انا المفروض كان الكوبالت نيكل اقل منه، بس النيكل كان اكبر من الحديد بقى وكل اللي فات. فهمت قصدي؟ فكده النيكل فعلا اكبر واحد من الرجاله دي، فالاجابه دي صح. برضه عايز اطمن
كان المفروض وانا ماشي الكثافه بتزيد، فكان اعلى كثافه اقصد برضه النيكل. هنا اعملها حديد، لا، الكروم اقل درجه انصهار باشا، ده كان من اعلاهم، لان كان في جدول في المفاهيم، كان في درجه الغليان والانصهار ونص القطر والكتله وكل الكلام ده. فبص كده هتلاقي الكروم لا، مش هو اللي اقل انصهار فيهم، والسكنديوم، السكنديوم ده كان اكتر العناصر نشاط، لان كنت كل ما امشي في السلسله كان النشاط بيقل، صح؟ لان كان النحاس محدود النشاط والحديد كان متوسط، السكنديوم كان نشيط جدا. انا كده رجعت لك بسرعه الخواص، بس طبعا الاجابه من زمان ايه؟ الف. اي العمليات التاليه تستخدم للتخلص من الفوسفور من خام الحديد؟ الفوسفور يصنف شوائب، فايه الحاجات اللي كانت بتشيل شوائب؟ بص، في التجهيز كنت بشيل الشوائب عن طريق ان انت تعمل عمليه اسمها تركيز، دي خاصيه فيزيائيه. انما التكسير والتلبيد ما مش بيشيلوا حاجه، ما كانوا بيكسروا ويلبدوا عشان يخلوا حجم الخام مناسب، صح؟ انما التركيز كنا بنشيل منه شوائب. وكمان التحميص، ده التحميص اساسي كان بيشيل فوسفور، ده المعادلات اللي كان فيها فوسفور وكبريت دي، تمام؟ فانت تحميص وايه؟ وتركيز، تمام. اللي بعد، يتم تحويل مركب عضوي الى عوامل مختزله لاستخدامها في اختزال خام الحديد. بص، انا لما كنت بشتغل اختزال خام الحديد كنت بشتغل يا فرن عالي يا فرن ميدريكس. طيب، الفرن العالي كنت بجيب فحم الكوك عشان يطلع لك اول اكسيد كربون العامل المختزل. فحم الكوك مش عضوي. التاني بقى ميدريكس، كنت بشتغل بغاز طبيعي اللي هو الميثان، وكان بيحضر لك غاز نائي اللي بنشتغل بيه كعامل مختزل، صح كده؟ فالكلام على ميدريكس وصلت، فمالناش دعوه طبعا الثلاث دول بتوع الانتاج، هو يا عالي يا ميدريكس، واحنا خلاص فهمنا ليه ميدريكس، عشان كان عايز عضوي يجيب عامل مختزل. اللي بعد، اي الخطوات المرتبه التاليه تعتبر صحيحه للحصول على كبريتات حديد ثلاثي من ملح عضوي؟ بص، هو كده مربط عضويه بحديد، فما فيش ملح استخدمناه كعضوي في الحديد الا الراجل الصايب اللي هو كان اوكزالات، ايوه، حديد. فاوكزالات حديد ده كان حديد ثنائي، فما خدنالهاش شغل غير انها تتسخن يا اما بمعزل يا اما في هواء. وكنت قايل لك لو اتسخنت بمعزل دي بتطلع ثنائي، انما اي حاجه ثنائي في هواء بتدي ثلاثي، فانا ما اعرفش البدايه دي، بس خلينا متفقين ان هي مش ده، لان انت مش هتختزل ده اللي على 250، عمرنا ما مسكناه اختزلناه. طيب، طب هسخنه في الهواء ولا على حسب اللي انا عايزه. انا عايز كبريتات حديد ايه؟ ثلاثي، صح؟ فانا اكيد عشان اجيب ثلاثي يبقى الاصول اللي داخل كان ثلاثي زيه، صح؟ زي اكسيد حديد ثلاثي مثلا، فاكيد الموضوع فيه ايه؟ ثلاثي في الموضوع، بس لازم اخر خطوه يكون معاه حاجه مركزه. انا كنت قايل لك الثلاثي بيتفاعل مع مركز فقط، فلازم اخر خطوه تبقى مركز، ما ينفعش يبقى مخفف، فدي تنفع واللي فوقها واللي تحتها دي تنفع. فنمشي بقى على الكلام، ان انت كلامك يا بيه يا ايه يا جيم. لو سخنتها في الهواء غير في معزل، نتكلم بقى عيل. انا لو سخنتها في الهواء دي، في الهواء كان بتطلع لك اف اي 2 او 3، انا همشي معاك على الكلام بتاع دي. ده بقى لما اختزله عند حراره 250 باشا، 250 دي معناها اللي هي من 230 ل 300، فده كان يدينك عند 250 بالاختزال مثلا بالهيدروجين اف اي 3 او 4، اوعى تنسى. فالمغناطيسي اللي هو بيجي في النص الاول ده لو اتفاعل مع حته كبريت مركز، كنت اقول لك لو كان حديد ثنائي يتفاعل مع مخفف والثنائي يدي ثنائي. طب لو كان ثلاثي بيتفاعل مع مركز فقط ويدي لك ثلاثي، واللي فيه الميكس يدي الميكس، فاكر؟ فده هيطلع ايه وايه؟ اما حتى اللي حد كبريتيك هيطلع حديد ثنائي وحديد ثلاثي. هو مش عايز ده، هو عايز الثلاثي بس. وبالله عليك محدش يقول لي ايه مستر، ما انت بتقول لي في ثنائي وثلاثي طالعين، في ثلاثي طالع؟ لا، ما هو انا ما قلتلكش بعد كده ازاي افصل الثنائي، فهمت؟ انا عايز ثلاثي فقط، فلما ابقى عايز من الاخر ثلاثي بس هات لي التفاعل اللي يجيب لك ثلاثي بس، عايز ثنائي بس هات لي التفاعل اللي يجيب ثنائي بس، انا عايز الخليط هقول لك اعمل لي الخليط. خلاص فاهم؟ هو هيبقى عايز كده، فكده هو عايز المعادله اللي فيها ايه؟
ثلاثي بس، فكده الاجابه مش هتنفع ب. نمشيها بقى على ج. انا لو سخنته في نو اير، نو اير كانت بتدي لك اف اي او. ده لو اتاكسد في الهواء يا عم ماشي هيدي لك اف اي 2 او 3، لان دايما الثنائي يبقى ثلاثي مع الاكسجين والحراره. ده بقى يتحط عليه حمض كبريتيك مركز، دلوقتي بقى الثلاثي هيدي ثلاثي وتمشي معاك ج مظبوط. سؤال حلو، سؤال حلو فيه كذا فكره، كنت ممكن تقع في كذا واحده منهم. السؤال اللي بعده، عند اضافه كلوريد باريوم، كلوريد باريوم اللي هو كان بي اي سي ال 2، وده كان كاشف مجموعه تالتة في الانيونات. لما الخط على A و B، هو هنا بيتكلم عموما، قال لك تكون راسب مع محلول ايه؟ فايه طالما طلع راسب هي كانت تنفع كبريتات او فوسفات، هتنفع كبريتات تنفع كبريتات. استحالة نترات، لان كل النترات والبيكربونات والصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم بيدوب، انا بس في سالب ولا ممكن، فاهم؟ والكلوريد اصلا مش هيتفاعل عشان نفس الشق ما يتفاعلوش مع بعض. يبقى انت كلامك يا ايه؟ يا الف يا ج. كده قال لك ولم يتكون راسب مع بيد، ما طلعش راسب مع بيد. باشا الكربونات بتدي راسب مع كله صح، وانا اصلا مستبعد ب، فلو الكلام على ج فعلا النترات ما بتديش راسب مع كله، فاهم؟ فكده الكلام على ج. تمام. اللي بعد اكس وواي حمضان كلاهما احادي بروتون، يعني فيهم اتش واحد. الحمض اكس يمكن استخدامه في الكشف عن انيون واي، لا نتكلم بس بترجم اكس وواي حاجه فيها اتش واحد. قال لك ان حمض اكس ممكن يكشف عن ملح الواي، يعني كده الواي الحمض ده من المجموعه الاقل ثبات، واكس اعلى منه ثبات. فالحاجه اللي فيها اعلى ثبات وممكن في المجموعه يبقى اعلى منه، المهم ان انت هتشوف مين اكس ومين واي، بس مبدئيا اكس انشط سوري اثبت، وواي اقل ثبات. طيب ولازم الاثنين يبقى احماضهم فيها اتش واحده. فمبدئيا لما نمسك الاختيارات انت فهمتني. طيب الحمض اللي فيه اس او 4 باشا ده اكيد هيبقى اتش 2 اس او 4. والكلام على اكس طبعا انا اتش 2 اس 4 قلنا لا عشان انا عايز اتش واحده، والكلام على اكس في دول كل دول فيهم اتش واحده، وكل دول يعتبر في المجموعه الثانيه يعني ثابتين. بس لو حطيت اي واحد من دول لازم الثاني يبقى مجموعه اولى، صح كده؟ فخلينا متفقين ان كده كده انت مستبعد الكبريتات برضه عشان فيها اتنين، والنترات كانت مجموعه ثانيه، والنيتريت مجموعه اولى. فكده انت الكلام ينفع على الرجاله اللي هي ب، لان لو كان ده اتش سي ال صح يمشي يتحط على محلول حاجه فيها نيتريت. وبالمناسبه النيتريت حمضه اللي هو النيتروز اتش ان او 2، حتى هو كاتب لك التكافؤ ومغششك والدنيا عسل. تمام. السؤال اللي بعده، الكشف الذي يمكن استخدام كاشف الذي يمكن استخدامه للتمييز بين الملحين الصلبين دول، صلي من على النبي. ده وده الاثنين واحد فوسفات واحد يود، والاثنين اصلا كانوا مع الفضه لونهم اصفر. بس انا بقى هتبقى عليه حاجه يعني كان اصولي يقول الاثنين محاليل، يعني ده اصولي يعني هتبقى بحط ماده عليهم محلول تاني، فمين اللي ينفع يكشف عنه، فاهم؟ فالراجل ده والراجل ده خلينا بس متفقين لما يبقوا كمحاليل اصفر واصفر، ده كان بيدي راسب، يفضل راسب مع محلول نشادر اللي هو بيدوبش، انما ده كان بيدوب في محلول النشادر، فاهمني؟ طيب اللي بعده، اي الاملاح التاليه يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للكشف عن شقيه، شقيه يعني الكاتيون والانيون. ما الاتش سي ال كان كاشف انيونات مجموعه اولى، وكان كاشف كاتيونات مجموعه تحليليه اولى. فخلينا متفقين الاس او 4 لا، الاس تنفع، الصوديوم لا، الفضه تنفع، يعني ده صح ان كانت الكاتيونات فضه وزئبق ورصاص. تمام. اللي بعده، اي ازواج الشقوق التاليه يمكن فصلها من محللها باستخدام كلوريد باريوم. ازواج الشقوق اللي ممكن افصلها من محل يعني اشيلها كراسب، يعني بالبادي مين فيهم يدي راسب مع كلوريد باريوم؟ الباريوم كان بيدي راسب مع الكبريتات، الفضه بتدي راسب مع الكلوريد، فاهم؟ اللي هو اي جي سي ال. فايا كان الشق
فاهم؟ انا بتكلم ان عموما واحد هيتفاعل مع التاني. صح جدا، يبقى الكلام على الف مظبوط. وبالمناسبه الصوديوم والبوتاسيوم كلهم بيدوبوا، والنحاس ما كانش لا بيدي راسب مع الكلور ولا بيدي راسب طبعا اكيد مع الجزء التاني اللي هو الباريو، ان نفس الشق. انما الفوسفات كان بيدي راسب، بس هو هنا عايز الاتنين يدي رواسب. خلاص. انما النحاس لو بتفتكر كان بيدي راسب مع الاس، اللي هو كان راسب اسود، فاكر؟ مع الاتش 2 اس. طيب 12، أضيف حجم من الماء إلى حبة يعني من المية لمحلول 8 من 10 مولر، فتكون 400 ملي من محلول تركيزه 2 من 10 مولر. يعني بص أنا كان معايا كوباية حاطط فيها المفروض محلول الأول، بس ما اعرفش حجمه كام، بس بعد كده رحت حاطط لها شوية مية، أبقى الحجم التوتال كله بقى 400 ملي، ده الإناء كله، وبقى تركيزه مختلف لان انت كده بتخفف، فدي مساله تخفيف. فكنا الاول يا اما اي بصمجي كنت بقول لك معاك حجم وتركيز، كنا بنجيب مولات، صح؟ كنا بنقول ان هي 4 من 10 مضروبه في ال 2 من 10، فتطلع معاك 4 من 10 في 8 في 2 من 10 تبقى 8 من 100 مول. ده المولات. وكنت قايل لك جمله مشهوره قوي، المولات قبل التخفيف هي المولات بعد التخفيف، فكده دي المولات اللي بعد يبقى هي اللي قبل. ومعاك تركيز تعرف تجيب برضو الحجم اللي هو الحجم الاولاني اللي هو الاساسي. فانت المفروض هتقول لي ايه المولات على التركيز، طبعا الكلام ده اللي هو كان قبل كل الكلام ده قبل. فالمولات اللي هي 8 من 100 على التركيز اللي هو 8 من 10 هتطلع معاك 1 من 10 لتر، اللي هي المفروض 100 ملي. اوعى تقع، ال 100 ملي ده اللي هم الحبه دول، هم كانوا هنا بالاحمر، ده كده 100 ملي في الاصل اللي هم قبل التخفيف. هو بقى مش عايز قبل، هو عايز حجم الميه اللي اتضاف، فاهم؟ هي كله 400 صح؟ والحبه دول بس بكام؟ ب 100، يبقى الجزئيه دي بكام؟ 300 ملي ميه. اوعى تقع وخلي بالك فرق. السؤال اللي بعده، عايز عدد مولات ماء التبلد، طبعا اللي هو الاكس. هنا المساله دي عايز مولات ماء التبلد، بس المساله كانت سالكه شويه. ليه؟ بيقول لك كتلتها الموليه 286. تعال، انا والله عارف لما بحب اجيب كتله موليه ككربونات صوديوم فيها اكس ميه، والله كنا بنقعد نجمع كله. يعني الصوديوم ب 23 في 2 صح، زائد 12 زائد 3 ب 16، هي اصول كل الشغله دي ب 106، ونقول زائد 18 اكس عشان الميه انت عارف ان هي ب 18، وكل ده هنساويه 286. بقول لك دي كلها 106، تروح بعكس الاشاره يبقى ناقص 106، هيبقى ال 18 اكس ب 180، ساعتها الاكس هتبقى ب 10. فهمتني ها؟ هي هنا لعبه كتله موليه عاديه جدا. تمام. السؤال اللي بعده، في التفاعل قدام حضرتك ده بيقول لك يمكن زياده كميه غاز الهيدروجين، بس عايز اقول لك على حاجه اكد عليها. التفاعل ده مطلع هيدروجين غاز، وده اصلا احلال بسيط، مغنيسيوم حل محل الاتش، فده تفاعل تام اصلا، يعني حتى السهم رايح. فده مش موضوع انعكاسي بقى واثر بضغط ولا بحراره والشغله بتاع الكلام ده خالص، لا لا لا، ده تفاعل طبيعي جدا. وهنا بيدرس موضوع هو كميه الهيدروجين دي ازاي. فبس خلينا متفقين ان الضغط وزياده حجم الاناء ودرجه الحراره والشغله دي لا، زياده تركيز حمض الكبريتيك. بص انا بعتب عليك حاجه، هو كان حاطط الحمض ايه؟ مخفف، فلو حطيته مركز انت هتسرع التفاعل. انما الكميه بتاعت الهيدروجين بتعتمد على كميه المغنيسيوم اللي في الاصل، او ان الحمض هل كل الكميه بتاعته اتفاعلت مع كل المغنيسيوم ولا لا. فاللي بيحكمني هنا برضو موضوع التركيز بس. يعني حته انك تحط حمض مخفف على فلز، احتماليه ان كل الفلز يتفاعل ولا لا ميبي، فاهم؟ نص نص. ليه؟ ممكن الدايل ده يبقى مخفف حاجه بسيطه فيتفاعل مع كل المغنيسيوم، ممكن يبقى مخفف قوي فما يتفاعلش مع كل المغنيسيوم. فهمت؟ انما لما احط مركز ده اكيد هيتفاعل مع كله. خلاص.
فانا وجهه نظري ان فعلا زياده التركيز عند الكبريتيك هي اقرب اجابه للصح، بس يعني كنت لعبت على المغنيسيوم شويه احسن. لو زودت كميه المغنيسيوم يبقى هي دي الاجابه الصح، لان كل ما هتزود مغنيسيوم كل ما هيتفاعل اكتر هيطلع هيدروجين اكتر، كده كده تفاعل تام، فاهم؟ يعني انا كده كده هيخلص المغنيسيوم بالكميه، يعني مثلا لو حطيت جرام هيطلع مثلا لتر مثلا. انا طبعا بقول كلام اي كلام، بس يعني الجرام يطلع لتر. طب لو 2 جرام يطلع 2 لتر، وهكذا بقى النسبه بقى بتاعتك. تمام تمام. اللي بعده التفاعل اللي قدامك ده بقى الدلتا اتش بتاع حضرتك سالبه، صح؟ من هنا قصدي من الصفر، يعني كده هتحط لي الانرجي بار. فبيقول لك اي من العوامل الاتيه تؤدي الى زياده سرعه التفاعل العكسي. عايز امشي عكسي اكتر يعني. فطبعا انا لازم ادور على موضوع فيه تسخين، ماشي، لان أنا لو سخنت همشي عكسي، ومعاه خفض ضغط. لما بخفض الضغط يمشي ناحيه الحجم الاكبر، فاكر انت؟ فلما امشي ناحيه الحجم الكبير ده اصلا حجمه 2 وده حجمه 4، همشي فعلا ناحيه الكبير، يبقى كلامك من ناحيتين صح. كده كده استحاله تستخدم حفاز، ان الحفاز ما بيأثرش، وخفض الضغط والتبريد هي كانت عكسي بيه. فاهم قصدي؟ تمام. السؤال اللي بعده العلاقة التالية تستخدم لحساب الكي سي. الكي سي كانت نواتج على التفاعلات، هو كتب لنا كده بس. فبما ان هو كتب واحد، معنى كده ان النواتج، المواد اصلا اللي كانت بتتكتب كان المادة السوليد والمادة الليكويد، كناش بنكتبهم. يعني السائل النقي والمادة الصلبة ما بتتكتبش. فيعني هو عايز تحت في المقام واي 2 واس 3، يعني 3 واي 2، لان احنا كنا اس المولات. والمفروض الواي تبقى حاجه مش سوليد ومش ليكويد. فهنا الواي سوليد يبقى مش دي، هنا الواي سوليد وهنا الواي ليكويد. هي الواي هنا ايه؟ غاز. تعالى بص، النواتج كانت سوليد، فكده كده بواحد خلاص، وكده كده معاه برضه سوليد، فده راح وهو 3 واي 2. هي دي الاجابه، يعني الكلام على دي انجز ثان بس، يعني انت فهمت. السؤال اللي بعده أي من الاختيارات الصح التالية بيكون أثناء تفريغ مركب رصاص؟ أنا في التفريغ كان الإلكتروليت اللي هو الحمض تركيزه بيقل، لأن أنت أصلا بيبقى مية، فاهم؟ فكده أنت مستبعد ألف ومستبعد ب. طب جيم ولا دال؟ ما هو بقى نتكلم. أنا كان المفروض إيه بيترصد عند الأنود أو عند الكاثود؟ في التفريغ الانود والكاثود هما الاثنين بيطلع عليهم بي بي اس او 4، اللي هو كان البطاريه بتملح، صح؟ الرصب الابيض. فكان كده كده في الحالتين بيطلع بي بي موجب 2، سواء انود او كاثود، مش بيتكون رباعي، فاهم؟ هو اصلا كان الكاثود رباعي اللي هو بي بي او 2، وبيطلع عليه ثنائي لانه كان بيحصل له الاختزال بتاعه. تمام تمام. السؤال اللي بعده مديلك جهود اختزال قيس سالب موجب موجب عسل. فبيقول لك عند تخطيط، طبعا بقى ايه، بعد ما بنقلبهم بنحاول نرتبهم، يعني هي واي زد اكس بترتيب الارقام كده، ان انا ما بشتغلش قلنا ايه جهود ايه اختزال. تخطيط العنصرين اكس وواي بزد. بص انا لو غطيت اكس بزد يبقى دي انوديه، صح؟ لان انا كنت بقول لك دايما ان عنصر اللي بيتغطى بعنصر تاني لو اللي من بره ده انشط يبقى انود. طب اللي بيتغطى بيه ده لو كان اقل نشاط يبقى كاثود، يبقى ساعتها كاثوديه. فلما الزد يطلي اكس يبقى انوديه، انما لما الزد يطلي زد، يدي قصدي زد يطلي واي، يبقى كاثوديه عشان الزد الاقل نشاط. فحمايه اكس حمايه انوديه، يبقى مستبعدين الف وجيم، وحمايه واي حمايه كاثوديه، يبقى الكلام على ب. جميل. ماشي. السؤال اللي بعده عند انفجار تيار كهربي شدته 2 امبير لمده 10 دقائق، يعني انت كده تعرف تجيب كميه كهرباء. كميه الكهرباء بالنسبه لنا 2 في 10 في 60، يعني 2 في 600، يعني 1200 كولوم. هو عايز في مصاهير احد اكاسيد الفلزات، عايز حجم الاكسجين باشا على طول 1 مول O2 اللي هي ال 22.4 لتر
بتكافئ الاربعه فرضيه. فاكر التكافؤ بتاعك بالفرضيه، بس هما كام ذره؟ 2. فهيبقى سوري معلش، هو المفروض الاكسجين ثنائي، فيحتاج 4 فرديه عشان هو مضروب في 2. طيب المفروض انا شغال كولوم، فهضرب 4 في 96,500 عشان يبقى كولوم، وتحت هكتب لي 1200 وهنا سيب مقصك واحسب بقى الكلام. هي طلعت معايا فين بقى؟ ما حسبتهاش برضه، ماشي. المهم يعني احسبها بقى مقصك كده وهات الكلام. تمام. السؤال اللي بقى في المعادله بقى دي بدأنا عضويه شويه. بيقول لك بص CH3 CH2 باي 5، يعني CH2 CH2 فاهم، كلهم CH2 يعني كده. بالمناسبه دول كلهم 6 سيهات، فالمفروض سي 6 اتش، خلي بالك 6 في 2 بسرعه كده ب 12 و1 13 لما اجمعها لك يعني COON فوق كام معلم. انا كده كده كنت بشيل الجزئيه دي او بشيل سي، فكده الراجل ده هيبقى هكسان. فبس مين فيهم؟ اكيد السي هنا 6 اتش 14، وده اللي هيبقى كربونات صوديوم. هتقول لي اشمعنى؟ لان هو بعد كده خد الاكس عمل له اعاده تشكيل حفظي، اكيد الاكس هو الهكسان، والواي كده هيبقى اكيد بنزين، لان الهكسان الحلقي سوري الهكسان العادي يتعمل له اعاده تشكيل. طبعا كان بسهم ساعات يكتب بلاتين وحراره، ده يطلع بنزين. خد بقى البنزين اعمل له هلجنه بضوء مباشر، يعني مثلا باليو بي فاهم، بس ما قالش عامل حفاز، فدي اللي هي هلجنه. المفروض اضافه سوري، فكده هيبقى عندك الكلام على ان مثلا هنا كلورو 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 بس، ده لو هو بقى ايه عامل هلجنه بالكلور مثلا. جميل. فبيقول لك اي مما يلي يعبر عن عدد المركبات الناتجه بالتفاعلات السابقه. خلينا متفقين ان انت مطلع مركب عضوي الفاتي، ده الفاتي اكس، واي ما كانش الفاتي، زد كان الفاتي، انت مطلع 2 الفاتي، انت كده مستبعد ج ودال. وبالمناسبه مطلع 1 اروماتي، هي ماشيه معاك على ده اللي هو البنزين، والمركب الغير عضوي اللي هو كان كربونات صوديوم، ما تنساش دي اللي هي كان دبليو، فكده هي ماشيه على ب. سؤال حلو، سؤال حلو مربط الكان ومربط بنزين والكلام يرتفع كويس. السؤال اللي بعد، اي من نتائج العمليات التاليه الاكثر حمضيه؟ طيب النواتج اختزال الفينول باشا، ما تنساش اختزال الفينول بيدي لك بنزين. اكسده الايثيلين في وسط قلوي دي كانت بتدي الايثيلين جلايك، يعني الايثيلين ما كانش بيأكسد غير لما كان بيدي الراجل الطيب ده. اكسده تم الميثانول ده كان بيدي ميثانويك، يا ريس، لان انت كان ده كحول اولي يدي الدهايد فكده حمض، حمض اصلا يعني هو ده الحمض خلاص. التحلل المائي الهاليت القايد ده كان بيدي اي كحول، اصلا ده متعادل متعادل بره الحوار عادل. الكلام كده كده على جيم، بس حلوه في كل كلمه منهم بيطلع لك حوار يعني. بالمناسبه هاليت القايد عشان لو حد سرحان دي ار اكس فاهم، لما اعمل لها تحلل مائي تدي ار او اتش اللي هي الطريقه العامه. ماشي وتفكرت برضه. السؤال اللي بعده، اي الخطوات التاليه صحيحه للحصول على مركب بارا كلوروتولوين من كربيد كالسيوم؟ بص بارا كلوروتولوين ده اللي هو حلقه البنزين فيها سي اتش 3 ده التولوين، وبارا كلورو يعني هي، فكده اصول انا اصلا عايز اجيب من كربيد كالسيوم اللي هو سي اي سي 2 حاجه فيها بنزين، فبقى اكيد هدخل عليه ميه، هي تنقيط ميه الاول، وبعد كده تنقيط ميه دي تدي السيلين تاني خطوه لازم بلمرها، فما فيش فاهم، هي ماشيه على ب. تنقيط ميه كان بيدي مين؟ السي 2 اتش 2، السي 2 اتش 2 ده كان بيدي بنزين. الاول عايز اخليه تولوين، اعمل له الكله صح، وبعد كده اخد الالكله دي اعمل لها هلجله بقى في الاخر طبعا من الاستبدال، عشان الميسايل هتوجه لك يا في قرص يا في بره.
أي الاختيارات التالية يعد صحيحا؟ طيب أولا لو جينا قلنا ميثايل بنزين، الميثايل بنزين بيترسم كده، أنا كده برسم ألف. هذا الراجل الطيب ده في مجموعة ميثايل بس ولا واحدة ميثيلين، ليه؟ كل واحدة من دول اتشاية واحدة، فكده الراجل ده مش صح. سايكلو بروبان، سايكلو بروبان يعني بروبان حلقي، صح كده؟ الراجل ده ولا واحدة ميثايل لأن كلهم إيه؟ ميثيلين، كان كلهم سي اتش 2، يعني مش صح. ميثايل بروبان، فأنت عندك البروبان أهو، وأكيد الميثايل في النص عشان هو مش لازم يرقمها لأن مفيش غيرها. فأنت كده عندك أدي ميثايل ميثايل ودي اتشاي، فأنت عندك 3 ميثايل فعلا وزيرو ميثيلين، مفيش ميثيلين، فالكلام صح. بالمناسبة البيوتان، البيوتان بص يا ريس أي ألكان سيهاته كده 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 هيبقى فيه 3 سي 3 2 قصدي سي اتش 3 بس، فمش هينفع يبقى 3 وخلص. هو طبعا فيه 2 ميثيلين كمان يعني مش تبع. اللي بقى عند البلمرة الثلاثية لأبسط الإستيلينات، طبعا هو كده قصده على البنزين يعني. طيب المفروض هو بيقارن التفاعل، تعالى بس كده نتكلموا عليها شوية. أنا والله في التفاعل ده أصلا ما تنساش إنك كنت بتدخل 3 C2H2 صح؟ اللي هو الاستيلين ده لما كان بيتعمل له بالنيكل والحرارة كان بيطلع لك بنزين صح؟ عطري، والراجل ده كان رابطه رابطه لا، وكل واحده طالع منها ايه؟ اتشايه. طبعا اكيد تسالني مستر انت ليه بتفك الروابط كده؟ هو راني كلمه في السؤال بيقول لك هو عدد روابط سيجما في المتفاعلات اكتر منها في النواتج، هتضطر تعد. بس الناس اللي حافظه لما نعد البنزين الراجل ده كان فيه 12 سيجما و3 باي، هتلاقيها في الورق معاك. بس برضه لو عايز تعد هو كده كده في 6 بتوع السيات و6 بتوع الاتشات، فكده 12 سيجما و3 باي دول، مش مهم الباقي انا بتكلم على سيجما. تعالى هنا بقى الراجل ده فيه كام سيجما؟ هنا سيجما وهنا سيجما وهنا سيجما، بتنسوا الثلاثه فاهم؟ بتفتكروا ما بين السي والسي بس. فجينا 3 سيجما وبره 12، فاللي في النواتج اكتر. هتقول لي كده صح؟ لا تعال تعال، هو اكتر بس مش عشان ده السبب. هم دول 3 في الاستيلين الواحد، هم كام استيلين؟ 3، يعني اللي داخل ده كان فيه 9 سيجما، فاهم حاجه؟ هم 3 في الاستيلين الواحد بس هم كلهم ايه؟ 9. هو 9 اصلا من ال 12 وكده كده الف لا، بس انا بفهمك حاجه. طيب المتفاعلات اقل منها في النواتج، الكلام ده هنا مظبوط صح؟ وخلاص احنا مستبعدينها في ايه؟ في ده برضه، وتنفع ب وتنفع ج. طيب مجموع بقى الروابط اللي في النواتج عموما بيساوي المتفاعلات؟ لا تعالى بقى، ده كده حوار. انا اللي طالع في النواتج كان 15 رابطه كلهم صح؟ انما هنا بص ده هنا في 9 سيجما في الثلاثه صح؟ تعال هو كان اصلا كان في كام باي؟ كان في 2 باي في الوعد وهم 3، يبقى 3 في 2 بكام؟ في 6 باي، 6 باي و9 سيجما يبقوا كلهم كام؟ 15 رابطه. انت عايز تقول لي ان مجموع الروابط اللي في النواتج بيساوي اللي في المتفاعلات؟ الكلام ده صح. استنى بص لا قريناها غلط. هي كده الكلام ماشي على ايه؟ على ب، فكده مجموع فعلا الروابط اللي في النواتج زي انما ج كان قايل روابط مين؟ كان قايل روابط باي. روابط باي اللي في المتفاعلات اقل منها اللي في النواتج ولا اكتر اصلا؟ تعالى بقى نعد باي لان سوري انا ج موديل كان عادة باي. تعالى بقى باي اللي في المتفاعلات قلنا ان هم كام؟ 6، انما باي اللي في النواتج كام بس؟ 3، فكانت فعلا هي دي كانت صح. بص بقى الكلام ماشي، انت فاهمني بقى. فكده الكلام على هي كانت اقل منها، لا هي كانت اكتر منها، بس النواتج والمتفاعلات المفروض اصول روابطهم كلهم قد بعض، مش عاملين تمام. اللي بعد اي مما يلي يتفاعل كربونات الصوديوم معاه مكونه للمركب ده، يعني حاجه تحط عليها CaCO3 يطلع لك الراجل الطيب ده. طبعا هنا ده كان حاجه شبه اسيتات صوديوم، بس ده اسمه ايه اصلا؟ بص هما كام سي؟ هما كلهم 3، فده بروبانوات كالسيوم، بس طبعا عشان باي 2 عشان الكالسيوم ثنائي،
هو اصلا مفيش ماده بتتفاعل مع حاجه فيها كربونات الا الحمض، لان الكحول ما خدنالوش الحوار ده. بس هم كانوا كام سي؟ 3 صح؟ فكان لازم اللي يكون داخل بروبانويك اصلا. ليه بروبانويك؟ مع كربونات صوديوم هيطلع لك بروبانوات كالسيوم، فاهم؟ يعني نفس السي. فكده الراجل على البروبانويك. تمام. اللي بعد سي 2 اتش 6 او 2. بص، هي كده نمبر تو نمبر بلس 2، يعني الكان بس معاها 2 او. الكان اصلا معاه او، ده كان كحول، بس في 2 او ده جلايكول. يعني ده الايثيلين جلايكول. طبعا عشان تتاكد، هو كان كربونتين كل واحده فيها او اتش صح، والباقي اتشات، فلو عديتهم هتلاقي نفس الصيغه. طيب 3 8 او 3 دي الكان ومعاها 3 او. الكان واو اصلا كحول، 3 او يبقى ده جليسرين او اللي هو الجليسرول والله. تمام. 2 6 او ده ايثانول عادي. طيب هو بيقول لك ايه الاختيارات صح؟ هو واي يخلط مع الجازولين ويستخدم كوقود في بعض الدول. لا، الكلام ده كان عن ايثانول في الاستخدامات بتاعته. اكس بيحضر منه مركب بي اي جي، اللي هو البولي ايثيلين جلايك، واكس كان ايثيلين جلايك، ففعلا صح. بالمناسبه زد ما كانش فيه حرير ولا طبعا واي ايه، واي مركب بينتج من القسطره. لا هو كحول، فاهم؟ فهو يخش كاستر، لان القسطره حمض والكحول يطلع لك استر وميه. ماشي. اللي بعد الصيغ اللي قدامك دي بقول لك كلام عليهم، بس خلي بالك ها. ده السي اللي فيها الاو اتش، حتى تعالى نفكه كده. هو كان كربونتين اللي هم السي 2 اتش 5، بعد كده سي المفروض يطلع منها او اتش وسي اتش 3 وسي اتش 3. فكده بالمناسبه ده كحول ثالثي. انما ده الكربونه، بص اللي فيها الاو اتش فيها اتشايه، فده ثانوي من غير ما نفك كتير بقى. انما ده الكربونه اللي فيها الاو اتش فيها 2 اتش، يبقى ده ايه؟ اول. ماشي. فاكس بيختزل اصلا الثالثي، اصلا الكحول ما بيختزلش، فمش معانا. واي لا يذوب في الميه، اي كحول بيذوب في ميه. اكس درجه غليانه اكبر من واي ولا يتاكسد في الظروف العاديه. طب هنتكلم بس. اكس بالنسبه لواي، هما ده في كام سي بقى؟ بص، هو ادي 1 2 هما 2 3 4 5، انما اللي تحت 1 2 3 4، يعني ده كان فيه سي 5 انما ده كان سي 4 بس. فبالمناسبه اكس درجه غليانه اعلى لان الاتنين فيهم نفس الاو اتش، فكنا بنبتدي نعد السيهات، فكل ما السي بتزيد الغليان بيزيد. تمام. ولا يتاكسد في الظروف العاديه، طبعا هو ما بيتاكسدش لان انت كلامك على هو ثالثي. قال لك زد بيذوب في الماء صح، ولا يتاكسد في الظروف العاديه، لا بيتاكسد عادي. تمام زي الفل. المركب اكس اليفاتي وسخته كده، ده يا باشا كده تنفع معانا يا كحول يا ايسير، فاكر اصل نمبر تو نمبر زائد 2. والمركب واي اروماتي وسخته ان او، ده بالمناسبه بيبقى فينول، اللي هي سي 6 اتش 6 او. هو اكيد هيقارن ما بين الكحول والفين يعني، بس برضه ايه بنتكلم. قال لك اتحط قطعه صغيره جدا من الصوديوم لمركب اكس، واتضاف ليها حمض الهيدروكلوريك، وضيف حمض الهيدروكلوريك لمركب واي. طيب تاني، اكس اللي هو المفروض مين؟ الكحول، حط له قطعه صوديوم، فانا عارف ان الكحول اكيد ده مش ايثير بقى. الكحول المفروض اصول، هو اللي بيطلع الكوكسيد، فاكر الكلمه دي؟ الكوكسيد صوديوم بيطلع. انما لو كان فينول كان الراجل ده بيطلع مع ال HCl حاجه، لا ما كانش لا ياخد تفاعل، لان انا كنت قايل لك الفينول ما كانش بيتفاعل مع ال HX، انما الكحول يتفاعل. الكحول بقى ما يتفاعلش مع الكهرباء، فاهم؟ بس الفينول يتفاعل عشان الفينول اصلا حاجه.
فهو بيتكون الكوكسيد صوديوم، بيتكون الكوكسيد صوديوم موجوده هنا وموجوده هنا، فكده جيم وقالت لا. بس المفروض ويتكون مركب هالوجيني اروماتي، لا احنا قلنا في الحاله الثانيه لا يحدث تفاعل. يبقى الكلام على ليه اللي هو بيقارن ما بين الكحول والفينول وش زي ما قلت لك، بس تبقى فاهم برضو الكلام ماشي فيه. 3 مركبات اي بي سي ليهم نفس الكتله الموليه، مترتبه حسب درجه الغليان بالستايل ده. ما هو لو نفس الكتله الموليه كلهم نفس الصيغه الجزيئيه، فاكيد في موضوع ايزو. سؤال لك سي اكبر من بي اكبر من ايه، والمركبان اي وسي ايزومرات. ماشي، فهي الاختيارات التاليه صحيح بالنسبه لهذه المركبات. نتكلم شويه. والله بص، مبدئيا A و C ايزومرات، وتحت انت شايف مثلا ده كحول، فلو ده كحول الايزومر بتاعه يصير ما ينفعش يبقى استر، فقالت لا. ولو ده استر ينفع يبقى برضه. بص سي كحول وهنا استر، فما ينفعش ليه؟ ده مبدئيا يعني. وبعد كده المفروض انت عندك في A و C هنا وهنا الحمضين، وهنا وهنا الاستر، صح؟ ماشي، بس خلينا متفقين ان كده كده اللي في النص ده اللي هو البي هو عاملينه على كحول. طيب انا اصلا عارف درجه الغليان بتتقسم ازاي. الاحماض الاول، بعد كده الكحولات، بعد كده الاسترات عشان روابط الهيدروجينات. فكده لازم سي حلو، فماشي، ما هي دي يا دي. بي كحول، ما هي دي يا دي. انما الاستر قال لك هو ايزومر معايا، فالايثانويك كربونتين، فلازم الاستر يبقى كربونتين. ميثانوات ميثايل كربونتين، انما ايثانوات ميثايل دول 3، فده مش تبعها. فكده الكلام على مين؟ بص تحل كده، ها حل بالراحه كده وعيد الكلام تاني برضه عشان تشوف. طيب اللي بعد مديني معادلتين. طبعا المعادله الاولانيه دي اختزال، يبقى معناه كده الرقم ده جهد اختزال اتغير اشاره، والراجل ده اختزال برضه، يعني معنى كده الجهد ده جهد اختزال برضه بنغير اشاره. بس انا بقى بتلفه خالص، فاهم كده؟ دلوقتي بقى مين انشط؟ الالومنيوم انشط للزيتين. عسل. هو كان المعادله وقال لك هو عايز يعرف الاي ام اف بتاع التفاعل، وكده كده الحمد لله المعادله مكتوبه ان الالومنيوم حصل له اكسده، يعني الالومنيوم انود، يعني زي ما احنا قلنا. عشان لو كان عاكس كانت ساعتها هتبقى تحليليه، هيبقى الرقم بالسالب. وانا وانت عارفين الاي ام اف، خلاص ده كده مستوعب ابو سالب، هي كده جلبانيه عادي. الاي ام اف هيبقى الرقم بتاع الالومنيوم ناقص الرقم بتاع الزيت تاني. فالالومنيوم دلوقتي بقت 1.67 ناقص ال 76% هتطلع معاك 91 وايه؟ ومن 100 قصدي. السؤال اللي بعده من الجدول المقابل، طبعا برضه بيديهم لك جهود اختزال ولا اي حاجه، ده هيبقى سالب، ده موجب، ده موجب. حلو، فلما نرتبهم هيبقى سي دي اي، ده ترتيبك من حيث الجهود. يقول لك من الجدول المقابل اي مما يلي يعد بخطأ. يلا بينا. ايه اقوى عامل مؤكسد؟ عامل مؤكسد يعني بيحصل له اختزال، فالمعلومه دي صح. سي اقوى عامل مختزل، يعني بيحصل له اكسده، المعلومه دي صح. بي يتاكسد عند وجوده مع ايه؟ يا باشا لان بي انشط فهو اللي هيتاكسد. ايه يسبق بي في السلسله؟ لا يا ريس، اتفقنا ان ايه هو يلي بي في السلسله، او البي هو اللي بيسبق. السؤال اللي بعد اي مما يلي يعبر عن الكتل المحتمل ترسبها مع عنصري الالومنيوم والفضه عند امرار نفس كميه الكهرباء في المحلولين. بص انت بيبقى الكلام ده في الفرضيه الثاني لما قال لك بنحط الحليل توالي ونوصل قصدي الاقطاب توالي فيها، وكان النسب المتكونه على الاقطاب المفروض بتتناسب مع الكتل المكافئه، صح؟ طيب فانا والله لو كنت حطيت زي القانون العام واحد فرضيه، فالاصول بتقول ان انا هرسم من الفضه كتلتها المكافئه، الفضه اصلا احادي وكتلتها الذريه 108، فانت كده مطلع لي المفروض فضه ككتله 108. طب الالومنيوم اصلا كتلته الموليه 27، والالومنيوم تكافؤه ثلاثي، فلما احط له واحد فرضيه
27 على 3 لو الكتله الذريه هتكافئه تطلع معاك ب9. انت كده حاطط ألمونيوم مطلعه بنسبه من 9 الى 108. 9 الى 108 طبعا عشان تشتغل رياضه صح اقسمهم على بعض، يعني اقسم على 9 قصدي. لو قسمت على 9 يبقى هنا 1 الى 12. مفيش 1 الى 12 في الاختيارات، بس دي تنفع 2 تبقى دي 24. فدي النسبه بتاعت الألمونيوم الى الفضه، ف2 الى 24. شكرا. عشان هو عايز النسب بتاعت الكتل. تمام. كم مره قبل كده حلينا عليها امتحان برضو، انا عايز النسب بتاعت المولات. خلي بالك على حسب يعني. السؤال اللي بعده، المعادله اللي قدامك دي بتمثل تكسير حراري حبسي ماشي لمركب فيه سي 18. اصلا تكسير حراري حبسي الكان بيتكسر بيطلع الكان قصير والباقي الكينات. فهو هنا الراجل ايه قال لك؟ نطلع ان من ايسين واكس. ايش ما انا ما اعرفش، بس قال لك باعاده تشكيل الحظ لاكس بنحصل على ابسط مركب اروماتي يا باشا، ده البنزين. فاكيد اكس ده سي 6 اتش 14 عشان الست سيات ايه وبنزين، فده هيكسان. ف6 من 18 عشان يشوف الباقي كام، فيها لسه 12 سي. بس هو مش مطلع الكينات ياما، هو مطلع واحد ايسين بس، هي الفكره في الوزن. فانا اصلا عارف ان اللي فاضل لسه كام سي 12، والايسين فيه كام سي 2، يبقى اصول هنا يبقى فيها كام 6 عشان الوزن بس. يعني معنى كده السي 18 طلعت 6 ايسين وواحد اكساء، عشان 6 في 2 بكام؟ ب 12 و6 18. وانا قلت لك لازم المجموع اللي داخل قد اللي طالع، فاهم؟ فكده المفروض ان اللي هو عايزها تبقى ب6. سؤال حلو، سؤال حلو، فكره حلوه ولذيذه يعني. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك أصيب 5 من 100 مول من حمض قوي أحادي قاعدية. طيب، وأحادي قاعدية يعني تي اتش، اتحط في مية لتكوين محلول مقداره 1000 مللي. يعني أنت معاك عدد المولات ومعاك الحد. حلو. عايز هو مين في دول، اتش ولا بي اتش ولا او اتش ولا ايه الكلام؟ طبعا انا عشان اشتغل على الكلام ده لازم اجيب تركيز الحمض. خلاص. فتركيز الحمض الراجل الطيب ده المفروض انا معايا مولات ومعايا حجم طبعا 1000 مللي يعني لتر. فكده كده التركيز اصلا هو عباره عن الحمض هيبقى طبعا المولات على واحد يعني 5 برضه من 100 مولر. ده اللي هو قاله. طبعا انا بقى ده تركيز الحمض هو احادي قاعديه وقوي يشكر، ها؟ طبعا الحمض القوي الاتش موجب اللي فيه، يعني مثلا هو كان اتش اكس فكان بيتأين تأين تام يطلع لك اتش موجب واكس سالب. فلو ده كان 5 من 100 فكان بيخلص وده يبقى 5 من 100 زيه، كده انت عرفت تركيز الاتش على طول. عافيه ثنائي قاعديه، وان الرقم اللي احنا جبناه ده هيضرب في 2. ده اللي انا قصدت اكتبها عشان كده طبعا. فكده انت معاك الاتش موجب، الاتش موجب ب 5 من 100 مش بنص. طبعا لو عايز البي اتش والله هي سالب لوج الاتش موجب، هي تقريبا هي اللي طلعت معاك 1.3 من 10. تمام. السؤال اللي بعده، يلا بينا. بيقول لك اي مما يلي يعبر عن عدد المجموعات الموضحه بالشكل في مركب 2 ميثايل بيوتين. الوهله تفتكر هي مش كاتب ليه بيوتين واحد ولا 2؟ فلا، لما يبقى المنظر كده لا لازم الاول نفك الاول. هو ممكن يبقى غلطان بس لا، هو ما كانش غلطان، هو كان صايع. هي البيوتين بص احتمالاتها يا اما الربط على الاولى وكده كده الميثايل على الثانيه، يا اما هعمل بيوتين الربط على الثانيه واحط الميثايل برضه على الثانيه. طيب، فانا المفروض اكمل بس حاجه. هو كان عايز اصلا عايز ايه؟ عايز اشوف الشكل اللي هو السي تطلع منها ربطتين واتشايه ورابطه مع حاجه ثانيه اللي هي سيها. تعال، والله السهايه دي اللي طالع منها الربطتين لسه فاضل لها اتش كي، فده مش المنظر اللي انا عايزه. والسي دي اللي فيها ربطتين ومعاها حاجه ثانيه ما معهاش جيتش عشان دي اصلا خلصت. فكده المركب ده مش صح. يعني الواحد بيوتين لا، هي الكلام على 2 بيوتين. تعالى بقى ليه؟ تعال، الكربونه ديت اللي فيها الربطتين طالع منها سي وطالع منها سي، فمش هي. انما الكربونه دي بص بقى طالع منها ربطتين وربطه مع سي واصلا لسه اصلا فاضل لها ايه؟ اتشاي. فكده اتحققت هنا رقم واحد.
ايه جيم يا دار، فاهم؟ كمل بقى. عايز المفروض ميثيلين، صح؟ ده اصلا لسه فاضل له سي اتش 3، ده خلص وده سي اتش 3، مفيش ولا واحده ميثيلين، فماشيه هنا، يبقى دي لا. تعالى هنا، هو عايز كده 3 ميثايل، صح؟ فميثايل ميثايل ميثايل، الثلاثه موجودين مظبوط. فالكلام ماشيه فعلا عليه. كان سؤال حلو، سؤال اللي هو ممكن يفتكر اللي هو لا انت ايه ده دي غلطه وامتحان، هنصح، ما فيش مشاكل. تمام. السؤال اللي بعد، اي مما يلي يعبر عن تسميه الايونات الصحيحه لده. طبعا انت ارسم الاول، فك الدنيا. انت هتلاقي سي 2، التالتة دي هي اللي فيها الاو اتش، ها صح كده عشان ما تسرحش. ديت اللي فيها الاو اتش عشان طالع منها اتشايه، دي طبعا اتشتين، دي 3 اهم زي ما هو راسمهم. وبعد كده في سي اتش 2، وبعد كده سي او اتش. احنا لما بقى فردناه كده، احنا لما بنيجي نسمي ايوبات بناخد كمان الكربون اللي في المجموعه. فكده الراجل ده 5 سيات، يبقى بنتانويك، والهيدروكسيل بتتسمى هيدروكسي، ورقم من هنا 1 2 3، يبقى 3 هيدروكسي حمض بنتانويك. عسل. السؤال اللي بعده، بيقول لك الخلايا الموضحه بالشكل، خلايا جلبانيه محترمه، موصل، بص عشان تبقى شايف، نحاس غير نقي عند الانود، ونحاس نقي عند الكاثود. عسل. وطبعا انت حاطط، قال لك بعد ما حصل الموضوع، خلي بالك، بص هي تاكلت شويه من هنا، بص دي تاكلت اهي، حصل لها تاكل، ونفس الحبه اللي هنا زادوا هنا، بص. فانا وانت عارفين اكيد تحت اصلا حاطط محلول يحتوي على ايونات نحاس، اكيد، لان النحاس تحت كمان لونه بص ازرق، زي حاجه زي سي يو اس او 4، لازم عشان يبقى نحاس موجب 2. راجل محترم. بس قال لك في شوائب غنيه بفلزات قيمه تحت، دي زي اللي كانت المنهج هي بتاع تنقية النحاس. كان النحاس الغير نقي بيبقى معاه فضة وذهب، الفضة والذهب دول ما كانوش يدوبوا، كانوا بيترسبوا تحت. هو هنا بيتكلم، هي اتحلت، فاهم؟ خلية تستخدم عملية تنقية ساق نحاس من شوائب فلزات الألمنيوم والفضة والرصاص والذهب. خلي بالك، بص وألمنيوم وفضة ورصاص وذهب، يعني المفروض النحاس، ترجع بقى للجدول بتاع المفاهيم، تلاقي في ألمنيوم ورصاص فوقيه، انما الفضه والذهب تحتين. فكانت المواد اللي تحت دي بتترسب، ودول كلهم بيدوبوا، وكده يبتدي النحاس يترسب على الكاثود هناك. بقول لك دول بيدوبوا، وكده النحاس يروح هو اللي هناك. وبيقول لك ايه ايونات الفلزات اللي ممكن تلاقيها شوائب موجوده في الالكتروليت. طبعا ايه، لا استنى بقى، عايز ايه هو؟ استنى، اوعى، عايز ايونات، اوعى تقع، احنا كنا هنقع دلوقتي، انت فاهم؟ وعايز الايونات بتاعت الفلزات اللي موجوده في الالكتروليت. انا قلت لك الفضه والذهب تحت، صح؟ انت معاك؟ يبقى لازم مين لسه بيطلع؟ انت بص، الالومنيوم والرصاص هم اللي يبقوا موجودين. ليه؟ ما انا لما ده داب نحاس، ما تنساش برضو الالومنيوم هينزل تحت والرصاص هينزل تحت، بس النحاس لما ينزل تحت بيبتدي يتآكل تاني فوق هنا، لو يبتدي يترسب هنا. فانا كنت بقول لك حتى ايامين كان حديد وخرسين، الحديد والخرسين كانوا بيدوبوا مع النحاس، بس النحاس هو اللي بيترسب ويبقى حديد وخرسين ايونات تحت. انما المواد اللي اترسبت فلزات، ذهب وفضه، فده هو كان عايز اللي يترسبه، فاهم؟ انما هنا كان عايز الايونات اللي موجوده تحت. سؤال جميل قوي برضه، خلي بالك يعني. طيب السؤال اللي بعده، أضيف 1 من 100 مول من ال NaOH إلى 1 لتر ماء مقطر، فما مقدار التغير في قيمة ال pH؟ يا باشا عادي، أنت كده المية أصلا ال pH بتاعتها بكام؟ ال pH في 7. خلي بالك هو عايز مقدار التغير، يعني هي بقت كام فاطرحها، مش عايز الجديد بكام، ها؟ فطبعا أنت هتقول لي إيه؟ أولا هو طالما إنه اتش 1 من 100 وفي لتر يعني تركيز 1 من 100، يعني كده انت تركيز الاو اتش السالب نفس التركيز بتاعه هيبقى 1 من 100، يعني البي او اتش اللي هي سالب لوج الرقم ده تطلع معاك ب2، يبقى البي اتش تطلع معاك ان شاء الله ب12. في اي مشاكل؟ احسب بقى بالاله طبعا. هي كانت 7
بقت 12، يبقى كده تزداد بمقدار طبعا 5. تمام. السؤال اللي بعده حاصل الإجابة، يلا بينا. بس مديني إيه؟ هو مديلك الحاصل الإجابة والملح اللي هو A2X3. طبعا أي مادة تترسب طلع 2A صح كده و3X. طبعا ده موجب 3 ده موجب 2. ولما كنا بنيجي نجيب الكي اس بي كنا بنقول ان هو تركيز الاي اس 2 تركيز اكس اس 3. حلو قوي. وكنا اصلا بنفرض ان ده لو كان اكس درجه ذوبان فكان ده يبقى 2 اكس وده يبقى 3 اكس. وكنا بنعوض عليهم ازاي؟ كنت بتقول لي يعني 2 اكس الكل تربيع في 3 اكس الكل تكعيب. فطبعا كنا بنيجي نحسبها بالآلة دي هتبقى 4 اكس تربيع و3 أس 3 بالله عليك بالله عليك ب 27 اكس أس 3. ف 27 في 4 ب 108 اكس أس 2 في اكس أس 3 يبقى اكس أس 5. عند الجمع عند قصدي الضرب نفس الأساس بنجمع الأسس. فكر انت الحوار بارد شويه. بس انت المفروض بقى هو اصلا مديلك الكي اس بي صح؟ عايز درجه الذوبان وعايز الاكس. انا عشان اجيب الاكس بص بقى انا هقسم هنا على 108 وهنا على 108 فهي اصلا هتبقى الجذر الخامس لكي اس بي على 108. سؤال حلو. فهنا هتضطر تحسب او تعملها شيفت سولف اصلا من الصبح يعني فاهم. ممكن عادي كل ده شيفت سولف تخلص الكلام وتجيب قيمه اكس بس تكتبها صح وتخلي بالك من اقواسها. دي طلعت معايا المفروض راحت فين بقى؟ طلعت معايا ج. بس كده حسب اللي حسبتها انا فاكر. طيب السؤال اللي بعد عند مقارنة النشاط الكيميائي لمركبي البيوتان والبيوتان الحلوي. تعال البيوتان الحلوي زاويته 90 البيوتان العادي 109 ونص فالموضوع مختلف. خلاص اخويا مستر حبيب قلبي حبيب قلبي والله العظيم ربنا يكرمك. فالبيوتان مع البيوتان الحلقي الراجل ده بقول لك زاويته 90 درجة وده المفروض 109 ونص. خلي بالك ها عشان الموضوع مختلف لان انت ده كان عادي. الكائنات العادية اصلا كانت لحد ما زاويتها كلها زي بعض. تمام احنا بنتكلم عن الموضوع ده. وانا كنت قايل لك جملة ان كل ما الزاوية تزيد كل ما الاستقرار يعلى او النشاط يقل. فخلينا متفقين ان البيوتان الحلقي اكتر نشاط من الراجل ده. هو اصلا هما الاثنين لما يتفاعلوا كل منهم مع الكلور هما الاثنين هيتفاعلوا كاستبدال عادي. بس البيوتان الحلقي اكتر نشاط من البيوتان العادي. يعني كلامك ماشي. مين السؤال اللي بعده؟ المعادله اللي قدامك دي طبعا دي ترسيبه تراسب يعني ده مش انعكاس فده هيبقى تام. خلي بالك ها. فالتفاعل التام هو بقى بيقول لك مين دول تنفع رسمه او علاقه بينيه توضح صح. هو ربنا يبارك له حللها لنا بس هي المفروض ان هي بتقل لغايه الزيرو وتزيد لغايه اقصى قيمه يعني الكلام صح. ده اتزان وده اتزان ده بره القاعده خالص ها. لان مفيش حاجه اسمها ثابته على طول كده علاقه منتظمه. هي بتقل وتقل وتزيد قصدي. وهنا كان الثبات ده كده ساعتها دي نقطه الاتزان ودي برضو كانت نقطة الاتزان. هنا كانت نقطة التقاطع انما هنا لما بيثبتوا اسمها اتزان. تمام. السؤال اللي بعد في الرسمة اللي قدامك دي ده منظر محترم كده ده الطبيعة بتاعتنا. في الخلايا الجلبانية الموضحة بالشكل دماغ ده تحدث عملية أكسدة لقطب الكادميوم. حلو يعني الكادميوم هو اللي مين؟ هو اللي أنود. فوالله يا ريس أنا ده الفولتمتر ده أسهولي بكام؟ 27%. يعني دي الاي ام اف بتاعت الخليه. وبما انك انت عرفت ان الكادميوم معاك بود اكسدته فاكيد هتعرف تجيب بود اكسدته الرصاص. ازاي؟ الاي ام اف هو المفروض الانود ناقص الكاثود وانا بشتغل جهد اكسده. فبما ان الاي ام اف ب 27% والكادميوم المعادله دي معادله اكسده مصلحه والدنيا سالكه 4/10 اطرح الكلام ده من الدي جي بقى. فطبعا هتجيب الدي بي بعد 6 اشارات ودي هناك هيبقى 4/10 ناقص 27%
تطلع معاك 13 من 100. الدنيا مظبوطه. اللي بعد في الجدول المقابل اي العبارات الاتيه صحيحه. طبعا هو مديلك A و B ومديلك نزول احماض، كل واحده ليها درجه تأين وليها KA. طيب انا عشان اعرف اضعافها ولا اقواها حامضيه لازم نجيب الاتش ومنها نجيب البي اتش، وانا وانت عارفين ان القانون بتاع اتش موجب. بص الاتش موجب كان جذر KA في CA. فاهم؟ فين السي؟ انت معاك درجه تأين، درجه التأين دي اللي هي الفا، بس انت كان عندك قانون تاني ان الكي اي اصلا كانت بتساوي ايه؟ الفا تربيع في السي اي. قد كده قلت لك لما ما تلاقيش حاجه موجوده هاتها من الثانيه. فاهم؟ يعني انا هنا اصلا مش معايا السي اي صح؟ فانا ممكن السي اي اصلا اقول ايه؟ هي عباره عن الكي اي على الفا تربيع، خليتها يفترض، واروح جاي معوض عن السي اي هنا بقيمتها. فاهم؟ فكده هتقول لي ايه؟ هي هتبقى جذر الكي اي في الكي اي على الفا تربيع، هي دي كي اي تربيع على الفا تربيع. يعني معنى كده ان انت بتقول لي ان الاتش الموجب بتساوي الكلام ده، وطبعا التربيع يروح مع الجذر، يبقى انت ممكن تقول لي من الاخر القانون ده ان الاتش موجب بتساوي الالفا الكي اي على الفا بس. فانا قعدت مسكت كل واحده قعدت قسمتها على الثانيه، هي ايه؟ طلعت معايا بعد ما قسمت الاتنين على بعض طلعت معايا 2.9 في 10 أس سالب 5. إنما التانية طلعت معايا 1.4 برضه في 10 أس سالب 5. فبما إنك كده جبت الاتش الموجب لكل واحدة منهم تعرف تجيب مين أقواهم، لأن كده الاتنين نفس الأس الحمد لله. يعني أنت فاهم؟ وطبعا الA أقوى، فالA أقواها حمضية، فالاي اقواها حمضيه او البي اضعافهما حمضيه. حلو. يعني انت كده مستبعد الف وب. الفكره بقى في البي اتش حاجه من الاثنين، يا تروح تجيب سالب لوج للاثنين. فانا لما جبت سالب لوج للي فوق طلعت معايا ان البي اتش بتاعت اللي فوق ب4.5، انما البي اتش بتاعت اللي تحت ب4.8. وكان موضوع ان كل ما البي اتش بتزيد قوه الحمل مالها بتقل، يبقى معنى كده ان الاي اقواهما حمضيه. فاهم؟ بس البي اتش بتاعته هي اللي اصغر لازم. فاهم؟ يعني انت كده كده فاهم، بس ممكن ننجز الموضوع ازاي؟ ما انت لما تجيب الاتش بتاع الاي اقوى يبقى اكيد البي اتش بتاعته هي الاصغر من غير ما تحسب يعني ساعه. فانا كنت فاهم الموضوع يعني. جميل. يلا بينا. بص يا ريس، دلوقتي السؤال ده فيه بس غلط ملهاش لازمه يعني، هو بس نكمل مع بعض. مبدئيا ده ايثانول يا ريس. ايثانول عمل له حاجه رقم واحد، ادالك حاجه نمبر تو نمبر. نمبر تو نمبر ده يا ريس ده اللي كان الكين، فاكيد تفاعل واحد ده اللي هو كان نزع الميه، والايثانول طالما اتنزع منه ميه هيدي لك ايثين اللي هو كان C2H4. طيب حلو. الايثين ده بقى عمل له تفاعل دخل له 2 اكسجين. انا بقول لك الغلطه فين بقى؟ ان الايثين ما كانش بيتفاعل مع حاجه وتطلع لك فيها 2 اكسجين الا لما كنا بنعمل اكسده باير صح؟ فالتفاعل بتاع باير هكسر الباي. فاكر انت باير ده بالنسبه لنا هيكسر باي وهندخل 2 او اتش، بس المفروض الصيغه تبقى صيغه كحول، فانا بعتب عليه بس ان هو ما حطش هنا بلس 2. فاهم؟ لان الكحول بيبقى الكان ومعاه 2 او، فكده الراجل ده يطلع لك المعلم ده فيه 2 او اتش، وانت تبقى فاهم ان الليله دي ايثيلين جلايكول. تمام؟ تمشي عادي بقى. هتكمل خلي بالك ايثيلين جلايكول ده الاثنين دول اولي لما عمل له اكسده تامه. بص انا كنت بفكرك بس انت كان عندك السي اتش 2 او اتش دي كانت المجموعه كلها بتبقى سي او او اتش فاكر، والمجموعه الثانيه برضه هتبقى سي او او اتش. وفعلا ده حمض. ليه بقى؟ تعالى. هو كام سي؟ 2، وكام اتش؟ 2 و4 او، يعني ان تو ان. ده بالمناسبه الاوكزاليك، وقلت لك انت كده اوعى تنسى الاوكزاليك بيجي من ايثيلين جلايكول لما ناكسده، او الاوكزاليك نختزله يجيب ايثيلين جلايكول. تمام. فطبعا انت كده عرفت ان هو بقى قايل ايه بقى؟ ان تفاعل واحد نسق ميه، فانت فهمت ان الكلام هي مش هيدرحب زيت. ومركب ايه ده هو اصول، يعني قصده ان ده ايه وده بي. خلي بالك وانا بقول لك السؤال ده فيه مشاكل يعني.
ايه جلايكول، يبقى دي اللي ماشيه معاك، وفعلا دي حمض ثنائي الكربوكسيل اللي هو اللي في الاخر. اللي بعد الراجل ده بعد كده بيقول لك عمل مخطط بقى في المقالي، وبيقول لك ان في ماده هنا اتحط لها NaOH تحلل قاعدي يعني. طلعت لك ماده بي وماده سي. طبعا ماده سي حصل لها نزع ميه، ده اكيد ده كحول. الكحول اللي يتنزع منه الميه ويدي ايثين، يبقى الراجل ده ايثانول، صح؟ ما ده اسمي. الايثين لما هضربه يدي ايثان اللي هو C2H6، صح؟ عشان كنا نكسر باي، هضربها دي يعني بضيف هيدروجين، فانت فاهم ان ده ايثان. ايه بقى اللي بيجيب ايثان؟ ايثانوات؟ لا، بروبانوات صوديوم. فاكر؟ مش تقطير جاف كنا بنقلل سي، يبقى لازم ده كان اصلا C2H5COONA، صح؟ اللي هو بروبانوات صوديوم، صح كده؟ فكده انت عايز تعرف مين بي مين سي، حركناهم في السكه. بروبانوات صوديوم وايثانول دول جم من التحلل القاعدي، اكيد ده استر، صح؟ عشان الاستر السلافه جت منين؟ الاستر لما يتحلل نائي قاعدي بيطلع ملح الحمض والكحول. فدول اللي هم مين؟ طبعا كنا بنكتب جزء الحمض الاول اللي هو C2H5COO C2H5 اللي هو الايثانول. فده استر بالمناسبه بروبانواكيسايد. بقى بيقول لك ايه؟ اي من المركبات السابقه يتفاعل مع الفلزات مكونه الكوكسيد الفلز، كده قصدي على سي اللي هو الايثانول، يعطي بالتحلل النشادر الاميد الحمض العضوي، قصدي على ايه؟ ان الوحيد اللي بيتفاعل مع النشادر الاستر. هيدروكربون يتفاعل استبدال، اكيد قصده على الدي اللي هو الايثان، محلوله في الميه البي اتش بتاعته اكبر من 7، اكبر من 7 يعني قاعدي، فملح الحمض كان قاعدي. فكده كلامك على ان، لان ده كان فيه صوديوم واي حاجه عضوي يبقى ضعيف. سؤال حلو قوي، فاهم؟ تحفه يعني، عايز من كل حاجه حاجه فوق. اخر سؤال، سؤال 46، اخر سؤال يقول لك ايه بقى؟ معاك 4 مركبات اهو، اي مما يلي يعبر عن المركب. طبعا هو بيقول لك عنده خاصيه ورا، قبل ما نتكلم تعالى بس نحسب عدد تاكسون. هو الراجل ده خلي بالك النحاس هنا احادي، ان انت عارف هو المفروض لو كان ثنائي يبقى CuCl2 على طول، انا كده هو عامل كل 2 سيو مع 2 Cl، فكده هيبقى احادي. طيب السكندري هنا ثلاثي، الحديد هنا ثلاثي، والراجل ده طبعا الزد ان ما عندوش غير ثنائي. فخلينا متفقين ان النحاس اصلا بعد ما يفقد واحد اللي هو بتاع الاس هيبقى 3D 10، فده كده بالنسبه لنا ضايع. سكندري ثلاثي اصلا بعد ما افقد كنت بفقد كله، فده 3D 0 كله صفر اصلا، فده برضه ضايع. ده هيبقى 3D 5، وهو ده الراجل الطيب FeCl3. الحكايه التانيه طبعا زد ان برضه ماده ضايع سواء مركب او عنصر. عنصر غير انتقالي بقى ده كده الزد ان Cl2. طيب جيم بيقول لك لعنصر انتقالي عدد تأكسده يتفق مع رقم مجموعه، عدد تأكسده للمركب ده يتفق مع رقم مجموعه. والله هي السكنديوم ثلاثي، صح؟ فبيبقى فيه 3D، والنحاس في ال1 بي وعامل هنا احادي، فالاجابتين ينفعوا. بس هو عشان حاجه يعني معلش، هو طبعا كل حاجه ليها علاقه حاجه في السؤال، بس هو لما قال لك لعنصر انتقالي لو حاله تاكسد واحده بس اصلا لا ده ما فيش غير السكندي، لان الراجل ده نحاس كان عنده احادي وثنائي، فاكيد هو كده قصده ان دي CuCl2. بس انا بعتب عليه ان برضه هو ما قالش كل واحده، بس يعني كانت دي كمان تنفع هنا، خلاص اللي هي في جيم يعني. بس تمام، وانت ان شاء الله كده ايه ظبطت الدنيا معايا، وان شاء الله كل اللي جاي يبقى مظبوط معاك. اشوفك على خير باذن الله، تظبط الدنيا يعني. يلا السلام عليكم.